السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنشتغل مع بعض اول لاب من لابات الباكيت تريسر، واللابات دي خاصه بالسي سي ان اي. واول لاب معانا هو البيزك سويتش سيت اب، او ازاي نعمل اعدادات للسويتش. فانا الاول بس هبني ده طبعا واجهه الباكيت تريسر. فانا الاول هبني اللاب بتاعي، هختار مثلا الراوتر 1941، سويتش مثلا 2950، وهختار جهازين. طبعا هوصل الجهاز الاولاني بكابل الكونسول مع السويتش بفتحة الكونسول، وهوصل السويتش مع الراوتر، والراوتر بالجهاز التاني. طبعا في الاول لازم اعمل كونفيجريشن للراوتر عشان يشتغل معايا او يكون معاه اي بي. فانا هدي هنا للشبكه دي 172.16.1.0 على 24. ده الشبكه الاولانيه. الشبكه الثانيه هتبقى 192.168.1.0 على 24. تعالى كده نشغل الراوتر مع بعض. ندخل على سطر الاوامر ونكتب نو enable، بعد كده config t، وندخل على الانترفيس اللي موصلاني باللابتوب اللي هي جيجا 0 على 1. نعمل لها نو شت داون عشان تشتغل. ندي لها الاي بي اللي هو 172.1.1.1 والماسك. وبعد كده ادخل على الانترفيس اللي هو اللي موصلني بسويتش اللي هو جيجا 0 على 0، واقول له نو شت داون عشان يشتغل، وادي له الاي بي ادرس. اي بي ادرس اللي هو 192.168.1.1 على 24. كده احنا شغلنا الراوتر عادي. تعالى بقى ندي الاي بي للاجهزه. ندخل على الجهاز الاولاني ونديله الاي بي 172.16.1.2 255 255 255 0، وطبعا الديفولت جيت واي اللي هو بتاع الراوتر 1. تمام كده احنا المفروض دلوقتي ندخل على اللابتوب، ومن كابل الكونسول او من فتحه الكونسول هندخل ازاي. نختار ديسكتوب وندخل على التيرمينال. التيرمينال ده هو الخاص بالكونسول اللي هنعمل عليه الاعدادات بتاع السويتش. نضغط اوكي. كده السويتش ظهر معانا عادي جدا. هندوس enable عشان ندخل على السويتش، بعد كده config t. تعالى بقى نشوف هو طالب مننا ايه في اللاب. اول حاجه هنغير اسم السويتش الى local داش سويتش. هنقول host name. الامر اللي بيغير الاسم سويتش هو host name. بعد كده اكتب نفس الاسم، وبعد كده enter. كده اتغير معايا. تاني امر عايز انفذه اللي هو خلي فيه رسالة اول ما حد يجي يدخل على السويتش. فهنعمل كده ازاي؟ بامر اسمه banner MOTD. بعمل علامة الشباك وبدوس انتر. طبعا بكتب المسج بتاعتي عادي جدا. تمام كده كتبتها خلاص. بعد كده لازم ادوس على علامة الشباك تاني، وبعد كده انتر علشان الامر يتنفذ معايا. كده الامر اتنفذ. تعال نشوف تالت امر طالبه مني. هو عايز مني اعمل باسورد للبريفيليج مود اكسس. يعني الباسورد هتبقى سيسكو، والباسورد لازم تكون مشفره بالام دي 5. طبعا احنا واقفين على الكونفج وهنكتب enable، وبعد كده علشان تكون مشفره بالام دي 5 لازم نكتب كلمه secret، وبعد كده نكتب كلمه الباسورد سيسكو انتر. الامر الخامس هو عايز مني ان انا اشفر كل ارقام السر او الباسورد يعني اللي انا هكتبها على السويتش. عايز مني ال الكلمه العامه او الامر العام اللي انا اكتبه علشان يشفر لي اي باسورد بعد كده. والامر ده هو سيرفيس باسورد انكريبشن. ده طبعا كده بيشفر كل الباسورد الموجوده على السويتش. طالب مني في الطلب رقم 6 عايز مني الكونسول اعمل له كونفيجريشن او اعدادات ان انا يبقى ليه باسورد وليه هيستوري سايز 15 كوماند، اللي هو يبقى ليه 15 امر بس. في حجم الاوامر اللي تتنفذ عليه هو 15 امر. التايم اوت هو قد ايه يقعد الكونسول متاح، هيفضل يعني شغال على طول ولا ليه امر معين يقفل السويتش يقفل. لا ليه امر معين. يعني مثلا هو طالب مني دلوقتي بعد 6 دقائق و45 ثانيه الكونسول يقفل لو مفيش اي امر اتكتب.
عشان ما يبقاش كده اي حد يجي يدخل يلاقي الكونسول مفتوح او السويتش مفتوح يعمل اي حاجه او يبوظ اي حاجه. فعلشان كده ناخد بقى الاوامر دي واحده واحده كده مع بعض. فاحنا عشان ندخل على الكونسول هنكتب لاين، بعد كده كونسول 0، كده دخلنا على اللاين كونسول. بعد كده هنعمل باسورد للكونسول، وبيبدأ الأمر بباسورد، وبعد كده نكتب كلمة السر اللي احنا عايزينها أو الباسورد ونضغط انتر. وعايز مني بس في آخر أمر أعمل له سينكرونس لوجن، اللي هو يعني إيه سينكرونس لوجن؟ إن أنا ما ينفعش وأنا في نص الأمر أو أنا فاتح الكونسول وبعمل إعدادات أو بدي أوامر في حد تاني يدي أوامر تانية. المفروض إن الأولاني اللي بيكتب الأمر لازم يكتب الامر ويخلص خالص علشان بعد كده التاني يبدا يتعامل. فده معنى سينكرونس لوجن. فاعملها ازاي؟ هو الامر سهل جدا، هو اسمه لوجن سينكرونس. لو انا بكتب بس كلمه لوجن وبعد كده بدوس على تاب بيكمل لي الكلمه عادي جدا، وادوس انتر. اكمل بعد كده الاوامر، بكتب كلمه لوجن علشان الباسورد اللي انا كتبته يشتغل بس لما حد يجي يدخل على الكونسول. بعد كده اكتب بقى الهيستوري سايز علشان اخلي الاوامر بس 15 امر، اكتبها هيستوري بعد كده سايز، لو دوست على تاب بيكمل لي عادي، واكتب 15 زي ما هو طالب وادوس انتر. وبعد كده التايم اوت يعني يخرج بعد قد ايه من الكونسول لو مفيش حد كتب اوامر، بعد 6 دقايق و45 ثانيه. طب نعملها ازاي؟ الامر اسمه exec time out، لو كتبت بس exec وعملت تاب هيكمل لي الكلمه عادي او هيكمل لي الامر. بعد كده بكتب 6 ومسافة 45. هنخرج دلوقتي من الكونسول، نكتب امر exit وكده خرجنا من الكونسول. كده دلوقتي واقفين على الكونفج. الامر اللي بعد كده طالب مننا نعمل كونفيجريشن للتيلنت اكسس او اللي هي الفي تي واي. ندخل كده على اللاين في تي واي مثلا من 0 ل 4. هنعمل بالظبط نفس اللي احنا عملناه فوق، هنعمل باسورد ونكتب الباسورد اللي هو سيسكو تيلنت، وبرضه نعمل كلمة لوجن، وبرضه لوجن سينكرونس، والهيستوري سايز 15 برضه. وبعد كده الاكزيك تايم اكزيك تايم اوت بعد 28 ثانية. وكده يبقى خلصنا الاوامر اللي على اللاين في تي واي. نخرج بعد كده ندوس اكزيت. بيقول لي بعد كده اعمل كونفيجريشن للسويتش، يعني اخلي فيه ان هو ياخد اي بي وكمان يبقى ليه ديفولت جيت واي. طبعا السويتش هيتم ازاي او هنكتب ازاي على السويتش اي بي وهو السويتش اصلا ما بيفهمش اي بيهات؟ احنا بنعمل كونفيجريشن على الفيلان. الفيلان هي اللي ممكن نديلها اي بي، وكمان ممكن ناكسس عليها او ناكسس يعني على السويتش من خلال الاي بي بتاع الفيلان. ده هيتم ازاي؟ ده هندخل برضو على الفيلان بس عن طريق انترفيس لفيلان واحد، والامر اللي هنكتبه اللي هو انترفيس فيلان واحد، هنديله اي بي يبقى 192.168.1.2 علشان واحد ده خاص بالراوتر. وبعد كده 255 0 نو شت داون. وبعد كده الاي بي بتاع الديفولت جيت واي او اي بي الراوتر اي بي ديفولت جيت واي 192.168.1.1. اخر حاجه معانا نعمل بقى تيست عن طريق التلنت من اللابتوب اللي هو التاني اللي هو اللابتوب ده عن طريق السي ام دي. ندخل ونعمل نكتب تلنت ونكتب الاي بي بتاع الفيلان اللي هو الانترفيس بتاع الفيلان اللي هو 192.168.1.2. تمام، ظهر لي اول حاجه الرساله كده، اول حاجه مطلوب منها اتنفذت. وعاوز مني بعد كده الباسورد اللي هو بتاع التلنت اللي هو كان سيسكو تيلنت. تمام كده دخلنا دلوقتي على السويتش، هنعمل enable. طلب مني الباسورد التاني اللي هو كان سيسكو. خلاص كده دخلنا على السويتش، نعمل config t ويبقى كده احنا دخلنا على السويتش. نشوف اي حاجه على السويتش عن طريق show run. دخلنا كده على show run، اول حاجه الهوست نيم enable secret، طبعا في عندنا الباسورد طبعا md5 متشفر. انتر فيس فيلان اي بي ادرس بتاعها موجود، وكمان الديفولت جيت واي في البانر موجوده او الرساله. لاين كونسول الباسورد بتاعها موجود ومشفر. كل الاوامر مكتوبه على في الشو ران، وادي اللاين في تي واي موجود،
وكده احنا خلصنا لاب رقم 1 في لابات الباكيت تريسر، ودي خاصة بالسي سي ان اي. ان شاء الله اشوفكم في اللاب رقم 2. يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامة.